السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحضور الكريم. أنا جدا سعيدة أن أقبلكم، وأنا مهيبة. أصدقائي يسموني محفز، صانع محتوى تحفيزي على منصة تيك توك، والحمد لله قدرنا نحقق بأقل من شهرين عدد ملايين وآلاف المشاهدات. وهدفنا الأول أن نقدم محتوى هادف ونكسر حاجز المحتوى الهابط، والهدف الثاني أن نثبت أن العمر مجرد رقم، وفعلا ثبتنا أن العمر مجرد رقم. دليل ما بين الآلاف التعليقات ما وصل ولا تعليق سلبي، كل التعليقات كانت إيجابية. السبب كل فيديو أنزله هو يحمل رسالة ثقافية وتحفيزية مفيدة للمجتمع. حب الله بعضكم يسأل شنو العمر مجرد رقم؟ هي هاي رسالتي اليوم راح أحكي عنها. لا تخلون العمر حجة تتهربون بها من الواقع. رب العالمين يقول اسعى يا عبدي وأنا أعينك. ماكو سعادة بدون تعب. تعال أنا وياك نشوف شنو السعادة. يا أخوان خير وياي، دنيا تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك. أين السعادة؟ احنا نمثل السعادة على مسرح النسيان. السعادة الحقيقية هي التقرب إلى الله. السعادة الحقيقية هي نجاحك بالدراسة وبالحياة. السعادة الحقيقية هي بر الوالدين. ولا تفكر بهمومك واحزانك. وخلنا نضرب لك مثل. ايش قد تتوقع وزن هذا الكاس؟ ايش قد تتوقع وزنه حسنين؟ استاذ ايش قد تتوقع وزنه؟ وزن الكاس مو مهم مدة الوقت اللي تحمل فيه الكاس. إذا حملته لمدة دقيقة ما راح يصير شيء. إذا حملت لمدة ساعة راح تبدأ إيدك تتألم. إذا حملته طول اليوم راح تحس بخدم وبشلل بإيدك. وزن الكاس ما يتغير، بس كل ما ظليت حامله كل ما زاد ثقله. ضغوطات الحياة وهمومك تشبه هذا الكاس. إذا فكرت بهمومك لمدة دقيقة مو مشكلة. إذا فكرت بها لساعة راح تبدأ تتأذى. إذا فكرت بها طول اليوم راح تحس بخدر وعدم القدرة على فعل أي شيء. وأتمنى لكم التوفيق، وشكر خاص لكادر مدرسة أوتاد الأرض، وشكرا لحسن سماعكم.